قرار الطلاق دلوقتي بقى أسهل من قرار تغيير الموبايل. ليه البيوت زمان كانت بتعيش دلوقتي بتتكسر بسهولة؟ أنا خالد زكي وده بودكاست اسمع مني. لو رجعنا بالزمن 30 ولا 40 سنة كان في كام حالة طلاق في شارعكم؟ 2 3. طب دلوقتي مفيش عمارة إلا وفيها حالة طلاق ويمكن أكتر. طب ليه؟ هو احنا اللي اتغيرنا ولا الظروف هي اللي اتغيرت؟ لو فكرنا شوية هنلاقي طريقتنا لتربية ولادنا هي اللي اتغيرت. طب وهي الحياة بتمشي كده؟ طب ليه زمان كان الجواز بيكمل والبيوت بتستحمل؟ زمان كان البيت مصنع تربية، كانت البنت بتتربى على إنها جزء من البيت، تشارك في كل حاجة، تساعد في الطبخ والتنظيف، اتعلمت تشيل مسؤولية من وهي صغيرة عشان لما تتجوز تبقى جاهزة. الجواز يبقى بالنسبة لها راحة، تقول أنا كنت الأول بخدم عيلة كبيرة لكن دلوقتي بخدم 2 بس، أنا وجوزي. فاهمة يعني إيه عيلة وبيت مفتوح؟ تصحى بدري تشوف البيت محتاج إيه تعمله بكل حب. الولاد زمان كانوا بيتربوا على الجدعنة، كانوا بيتربوا على الإحساس بالمسؤولية، يعرف يعني إيه يكون سند لأهله، لما يسمع البيت ناقص حاجة يبادر، لما يشوف أبوه تعبان يساعده، لما أمه تقول له عايزاك تجيب حاجة ما يتأففش. إنما دلوقتي الدنيا اتغيرت، الولد والبنت بيتربوا على الراحة، البنت تبقى قاعدة طول النهار على الموبايل، لو حد قال لها ساعد شوية تقول لك يا ماما هو أنا خدامة؟ والولد قاعد بيلعب بلاي ستيشن، ولو هو قال له انزل هات حاجة من تحت يرد عليه مش ناقصني تعب خليني في حالي. في دراسة اتعملت في المركز القومي للبحوث الاجتماعية بتقول إن من أهم أسباب فشل الزواج دلوقتي حاجة اسمها الصدمة بعد الجواز. يعني إيه صدمة؟ يعني البنت بتتفاجئ إن الجواز مش كله خروج وأفراح فسح، وإن الحياة فيها مسؤولية، تنظيف وبيت ومصاريف. والولد بيتصدم إنه بس مش بيتجوز عشان يرتاح، ده في مسؤوليات كبيرة. اللي إحنا بنعيشه دلوقتي نتيجة إن التربية هي اللي اتغيرت. لو عايزين البيوت ترجع تعيش لازم نرجع ولادنا يتربوا على المسؤولية والصبر والاحتواء، نعلمهم إن الجواز مش تجربة على السوشيال ميديا ولا هو مشهد في مسلسل بينتهي عن تتر النهاية. الجواز رحلة ولازم اللي يدخلها يكون عارف إنه هيتعب بس في الآخر هيفرح. زمان كانوا بيقولوا البيت اللي يتهز يرجع يتبني تاني، لكن لو وقع صعب تقومه. خلونا نرجع ولادنا يعرفوا يبنوا مش يهدوا. كان معكم خالد زكي وده بودكاست اسمع مني. سلام.